يقول لك نساكم رجال عليكم، نساكم رجال عليكم، تصرف عليكم، توكل فيكم. خليني ساكت غير، خليني ساكت خير. انا ما عنديش عام ولا عامين، عندي هنا اكثر من 20 سنه. بوزريعه معمره نقوشه، ليسونسي ساي معمره في بوزريعه ودار البيضاء خليني ساكت خير. يجي انا قلت لك في ديري ابراهيم، هاي انا عرق خبز نجيبها بعرقي، انا ما نقعدش الدوله تصرف عليا تعطيني في البطاله ولا في المنحه ولا ما باليش. نتعب على روحي، انا قادر نصرف على 100 واحد. يجيك واحد خيول لابس كوستيم مزبط حاله سياره. كان معي انا واحد مشلف جزائري، وانا اجى لعندي قال ممكن النمرو تاعك؟ قلت له يا اخي خير ليش النمرو تاعي؟ قال عجبتني. قلت له شنو عجبتك؟ يعني انت بتشتغل بالشونتي، بتشتغل بالمشروع. تمام. خيو ما حكيت ولا كل ما شفت اجادك في واحد معي شلفه جزائري عمل له هيك خبطوا كف خيو لزق راسه بالحيط. ابن الحرام. الجامعات هوني معبي الجامعات تعال اخذك على شي جامعه من هون بتلاقيهم معبايين. تعال اخذك على الاقامات الجامعيه. والله مع الاسف على التيك توك اللي عرفنا على هيك الشعب مع الاسف. أتقدم اليوم إلى كل من وصلته كلماتي وإلى كل من شعر بالاستياء منها. أتقدم اليوم باعتذاري الصريح والواضح بكل صدق وإخلاص عن العبارات التي صدرت مني في لحظة انفعال وغضب. أعلم جيدا أن الكلمات قد تكون جارحة أحيانا أكثر من أي فعل، وما قلته لم يكن لائقا ولا مقبولا بأي حال من الأحوال. لقد تعرضت لبعض المواقف والسب والإهانات والتراكمات، فكان رد فعلي للأسف فيه تجاوزات وانفعال خرج عن حدود الأدب، لكني لم أقصد أبدا الإساءة إلى الجزائر كدولة ولا إلى شعبها الطيب الكريم. كلماتي لم تكن موجهة إلى المجتمع، بل كانت ردة فعل شخصية خاطئة، لكني لم أكن أقصد أبدا الإساءة إلى الجزائر كدولة ولا إلى شعبها الطيب الكريم. كلماتي لم تكن موجهة إلى الجميع، بل كانت ردة فعل شخصية خاطئة تجاه موقف محدد، غير أنها للأسف فهمت على أنها تعميم، وهو ما لم أقصده أبدا. أنا شخص معروف بين من يعرفني بماضي نظيف وسمعة طيبة. لم يسبق لي أن أسأت إلى أحد أو انتقد من قدر أي شعب أو أي بلد. طول حياتي كنت أؤمن بالاحترام المتبادل، وبأن الكلمات الطيبة هي أساس التعامل بين الناس، لكني وقعت في خطأ مؤسف لا يعكس شخصيتي ولا مبادئي. إن الجزائر بلد عزيز وغال، له مكانة كبيرة في قلبي، وأهله أخواتي وأحبتي عرفناهم بالكرم والشهامة والنخوة، ولا يمكن لي أن أعمم أو أسيء. عرفناهم بالكرم والشهامة والنخوة، ولا يمكن لي أن أعمم أو أسيء إلى وطن وشعبه، له كل الاحترام والتقدير. وما بدر مني لم يكن إلا لحظة ضعف وانفعال إنساني لا يعبر عن حقيقة مشاعري ولا تربيتي ولا أخلاقي. لهذا أجدد اعتذاري من جديد، وأؤكد أنني نادم عن كل ما صدر مني، وأتمنى أن يقابل اعتذاري بالتسامح والصفح. وأعد للجميع أنني سأكون أكثر وعيا في المستقبل، وأكثر حرصا على أن تكون كلماتي دائما جسرا للمحبة والتفاهم، لا سببا للجرح وسوء الفهم. إن أخطأت فقد تعلمت، وإن جرحت فقد ندمت، وأمل أن يبقى بيننا الود والاحترام، لأن الخطأ يزول حين يعترف به، ويبقى الجميل حين يحفظ ويصان. السلام عليكم أخواتي، وسامحونا، وبارك الله فيكم.